اللواء الأخضر أضحى منذ اليوم بين أحضان تلامذة المدرسة الابتدائية وادي المخازن بسلوان نواحي الناظور. هي مكافأة على استيفائهم كافة الشروط البيئية التي منحت مؤسستهم صفة المدرسة الإيكولوجية. في البداية كان حلم، ولكن آمنا به ومشينا به حتى للنهايه، واليوم هو يوم التتويج باللواء الاخضر اللي كتمنحه المؤسسه. اشتغلنا على 4 ديال المحاور، اشتغلنا على الاقتصاد في الطاقه، اشتغلنا على الاقتصاد في الماء، واشتغلنا على تدوير النفايات، واشتغلنا ايضا على التنوع البيولوجي. تبارك الله التلاميذ حنا دربناهم باش النفايات، باش التلميذ ما يرميش هذاك الكاريط ولا هذاك البلاستيك، خصو يخدمو يعاود التدوير ديالو، او منين يمشي للمنزل ديالو مثلا البلاستيك، باش كثر البلاستيك في المنازل باش يحاولوا يستعملوا وسائل ديال التزيين. الشارة التي منحتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لهذه المدرسة التي أحدثت سنة 1986 وتضم أزيد من 600 تلميذ وتلميذة أثبتوا علو كعبهم في الورشات المختلفة. المواد الأقليمي المؤسسة كنعاودوا لها، عندنا القنينات قلنا ديال المربى، عندنا الكرتون ديال الطون، وتزيين حاولنا نزيدوا اضافات من عندنا وصافي. هذا ما استعملنا. هو اللي كنبقاو نديروا لهم هكا، حتى كنلصقوهم ومن بعد نصبغوهم بالصباغه، وإلا بغينا نديروهم نجسوا عليهم شويه ديال السمك نقدروا نديروها حتى في مزهريه بحال هكا. هذه المدرسة قد تتبعت المراحل ال7 الخاصة بالبرنامج، مما مكنها من الحصول على هذه الشارة والتي ستصنفها ضمن المدارس الإيكولوجية مصنفة دوليا. اسم المدرسة يحيلنا على وادي المخازن، تلك المعركة التاريخية التي انتصر فيها المغاربة على المحتل، والأمل اليوم في براعم حملوا على عاتقهم الانتصار على النفايات وحماية بيئتهم. لا غرو فمن زرع حصد وأدرك الغاية، فتلامذة هذه المؤسسة زرعوا أنواعا من الخضروات اعتمدوا في سقيها على نظام بسيط وفريد في السقي بالتنقيط.